يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بقى بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو وانزلي تحت لو مش مشتركه في القناه، انزلي اشتركي في القناه. وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله. ولو مشتركه معايا ما تنسونيش في دعواتكم وكلامكم الحلو ليا وكومنتاتكم بجد اللي بتسعدني قوي وبتشجعني وبتخليني قادره ان انا اكمل. بجد انا بشكركم على اخر فيديو، كل اللي دعا لبنتي وكل اللي كتب لي كلمة كويسة ربنا يردها له يا رب اضعاف، وكل الدعوات اللي دعيتوها برضو لبنتي ربنا يردها لكم اضعاف. بجد الكومنتات بسطتني قوي في الفيديو الاخير. وحسيت قد ايه ان انا في ظهري ناس كده، وبجد بقالكم بتاع 3 او 4 فيديوهات كده بتكتبوا لي كلام بيقويني قوي، بتكتبوا لي حاجات كده بحس ان هي بتديني دفعة للامام كده. بصوا والله العظيم ربنا يخلينا لبعض ويديمكم عليا وتبقوا دايما ظهري وسندي. متشكرة بجد ليكم. المهم جايه لكم بقى في فيديو جديد النهارده. احنا الفيديو الاخير كنت عرفتكم ان في اخر فيديو ان الفيديو اصلا كان على مره واحده، فانا لقيته طويل جدا وانا مش عايزه اطول عليكم والله، فقلت ان انا اقسمه على 2 فيديو. تمام، فده تبع نفس الروتين اللي احنا صورناه الفيديو اللي فات. المهم يعني ان انا كنت من قبليها ماما فرشت لي بقى المرايات والكلام ده كله، وكانت بنتي تعبت وعرفتكم فنزلت ملحقتش اكمل اي حاجه. ولما جيت كنت خلاص بقى مش هينفع ان انا اعمل حاجه تاني، كنت هقعد بيها بقى اللي هو بصوا اشوفها محتاجه ايه، وكانت يعني مش شايفه خالص. فالحمد لله بقت احسن بكتير، القطرات بجد جايبه نتيجه وان شاء الله خير. انا الدكتور طمني عليها وقال لي انها يعني خلال اسبوع هتبقى كويسه. الاستشاره بتاعتنا ان شاء الله يوم السبت هيطمني اكتر عليها. رحت وديتها عند 2 دكتور. اول واحد كشف قطره كده بس، وقعد يحط لها قطره وشاف مكان الجرح بالظبط فين اللي في القرنيه بتاعتها، وقال لي ده في جرح كبير، وبصراحه كنت خايفه قوي. تاني دكتور بقى ده كشف كمبيوتر وكشف نظري وكشف فحص قاع العين. دكتور باين عليه ان هو شاطر وفاهم، وقال لي ما تقلقيش خالص الموضوع سهل. المهم بعد كده المتابعة انها ما يحصلهاش من اقل خبطة كده تاني، فدي بتبقى مشكلة. فبس قال لي ان شاء الله احنا نتفائل خير عشان هي طفلة. قال لي كل اللي موجود خدش بسيط في القرنية. بس يعني ممكن تكون الخبطة جامدة، فاحنا ما نتوقعش ان هي كل شوية يحصل لها كده، احنا ان شاء الله بس نتابع. هي لو فضلت اقل خبطة بيحصل لها كده، هو ده بس اللي ممكن نخاف منه بقى، ونحاول ان احنا نتعامل معاه. المهم يعني ان احنا الاستشارة بتاعتنا ان شاء الله يوم السبت هنكون اطمنا اكتر، وانا ماشية بقى على القطرات. فتاني يوم قمت بقى قلت لا خلينا بقى نخلص عشان خاطر الموضوع ما يعني هي مش شايفة، واقل حبة مية على السيراميك ممكن يوقعوها او يزحلقوها يعني. قلت خليني امسح الشقة كمان كده كلها. طبعا كنت قايله لكم ان ماما كانت كده كده بتساعدني، فكانت مروقالي ولما خشب انجزت معايا حاجات كتير، ربنا يخليها لي يا رب يديها الصحة. هي كانت ملمعة كل حاجة يعني سايبالي، بس كنت انا بعمل المطبخ وكان كل حاجة يعني الملايات اتغيرت، الخشب اتلمع، كل حاجة اتظبطت ورجعت ايه في اماكنها الصح. فانا يا دوبك بس على تلميع الارض زي ما انتوا شفتوا كده بحط المعطر اللي هو بتاع فريدة ده، بحبه جدا، انا جايباه بريحة العود. بصوا انا مدمنة اي حاجة ريحتها عود عامة، لا بحب الفل ولا بحب الورد ولا بحب كده، ممكن اكون بميل شوية للخوخ او المسك، وبحب كمان ريحة العود. فهتلاقوا عندي معظم المعطرات بتاعتي بريحة العود، وريحة البخور بريحة العود او المسك يعني على حسب. حتى ريحة البرفيوم بتاعي برضو بيميل قوي للعود، بحطه وبجيبه على طول ما بغيروش، مش عارفة ليه مش عارفة اغيره. انا بحب الريحة دي، وبحب الريحة اللي هي ميالة اكتر للروائح اللي هي الخليجية يعني. المهم زي ما انتم شايفين كده مسكت الأوضة لمعتها، هي كانت مكنوسة كمان ما فيهاش أي حاجة في الأرض، فلمعتها كده كلها ومسحت من فوق من تحت التسريحة، مسحت يعني كل الأوضة ظبطتها ونشفتها كويس أوي. هاخد معايا بقى كمان بالمرة يعني الطرقة دي عشان كده يبقى الجزء ده خلص وندخل على أوضة البنات. بمناسبة المسابقة يا جماعة، أنا قلت إن أنا هعمل مسابقة عندي في القناة كل أسبوع، بحيث إن أنا أستفاد إن حضرتك بتتابعيني وأحس فعلا إن أنتي متابعاني وعارفة كل تفاصيل الفيديو اللي أنا بانزّله، يعني مش بانزّل كلام كده وخلاص. يعني أحب إن أنتِ تبقي متابعة كل التفاصيل اللي أنا باقولها، وفي نفس الوقت أحس برضه إن أنا بافيدِك أو بافرّحِك، فدي هتبقى الاستفادة من يعني لينا إحنا الاتنين. فأنا نزّلت المسابقة على المنتدى،
الاول هوريكم الشنطه دي، الشنطه القمر دي بنتي اللي عاملاها. ده اللي هي الشنط اللي هي باللولي دي. عايزه اقول لكم ان انا لحد دلوقتي مش مصدقه ان هي اللي عملتها. قعدت تطلب مني الخرز كتير، هي بتعرف تعمل حظاظات، بتعرف هنا ابلاميره. بصوا كانت عماله تتشقى وانا خايفه تقع تاني. المهم ان انا بنتي كانت بتعمل حظاظات، بتعمل يا ربي ميداليات موبايل. هي يعني عندها هواية كل شوية تعمل لي حاجة، تعمل لي عقد، تعمل لي سلسلة، تعمل لي انسيال. فعمالة يا ماما والنبي هاتي لي خرز بتاع الشنط. بعد ما خلصت والشهادة طلعت كنت انا موعداها، فجبت لها اللولي، نزلت العتبة. ولو عايزين بالتفصيل العنوان فين هقول لكم، دول الحارة اللي هي بتبيع جملة بتاعة الخرز دي. فرُحت وجبت لها وكده وما كنتش مصدقة فعلًا. قعدت مرة و2 و3 و10 تفكها وترجع تعملها تاني وتبوظ منها وترجع، وأنا أشجعها وأقول لها على فكرة هتعرفي تعمليها، المرة الجاية اضبطي كذا. وأنا أصلًا مش فاهمة على فكرة، أنا مش عارفة الطريقة. بس أنا قُلت حاجة تشغِل نفسها بيها. باحب أوي إنها ترسم لإنها بتعرف ترسم، وباحب أوي إنها عملت الشنطة. عايزة أقول لكم كانت فرحانة فرحة كبيرة، وأنا بأمانة ربنا لحد وقتنا هذا أنا مش مصدقة إنها عملتها. خصوصًا إنها كانت بتعمل وتفك ونرجع نعيد من أول وجديد، وأنا أقول هتيأس وبعد كده أرجع أشجعها، أقول أحسن من ماسكة الموبايل وكده. بس الحمد لله حوار الإيد ده خد معانا كتير أوي على ما نعرف نعمله. هي قعدت تحاول. عايزة أقول لكم إن أنا ما باعرفش أمسك خرزة ومش عارفة هي عملته إزاي، بس أنا كنت اللي عليَّ باشجع من بعيد. تيجي تقول لي تعالي أفهمِك عشان تبقي تعملي، أقول لها لأ ما باعرفش. كنت عايزاها هي اللي تفضل مُصرة وهي اللي تتعلم. كانت تفضل تجيب مقاطع كده من على الموبايل وتفضل تتفرج عليها وبعد كده ترجع تطبّقها. فبصراحة الحمد لله على قد ما أنا مثلًا ممكن أقول لها ناوليني حاجة، ناوليني كذا تنفّض لي، بس أنا فرحت إنها عرفت تعمل حاجة وبقت فرحانة، حاجة قيّمة زي كده. المهم نرجع بقى تاني لقصة المسابقة. أنا قُلت إن شاء الله كل أسبوع على حسب بقى ما هانزّل فيديوهات، كل أسبوع إن شاء الله على المنتدى هنعمل مسابقة كده صغيرة. الهدية بقى بتاعة المسابقة أو الجايزة مش بقيمتها، يعني أنا عمومًا أنا حابة إن أنا أعرّفكم إن يعني أعرفكم مين اللي عارفني أكتر ومين اللي متابع تفاصيلي أكتر، عشان أبقى عارفة وحابة إن أنا أكافئ اللي عارف أو اللي مهتم بتفاصيل القناة. فيا رب تقبلوها مني، هي حاجة بتبقى قليلة أوي أو حاجة رمزية، بس أنا هافرح بيها وهافرحكم معايا بيها إن شاء الله. فأنا نزّلت كده سؤال وفعلًا في بنتين جاوبوا. أولهم سمورة حبيبة قلبي اللي متابعاني فعلًا بذمة وبضمير وعلى طول معايا من السعودية. وعلى فكرة كمان هي اتنازلت عن الجايزة، قالت لي أنا مش عايزاها لإن أنا من السعودية وهنا مش هتعرفي تبعتي لي وكده، وأنا آآ مش محتاجاها، أنا خلّيها لبنوتِك ربنا يشفيها. فبصراحة كان نِفْسي تكوني موجودة هنا في مصر يعني والله العظيم. ومتشكرة أوي على كلامِك الحلو أوي اللي على طول بتدعميني بيه. بجد والله العظيم بتكتب لي حبة comment بجد والله باقراهم من هنا باتبسط، بابقى في حتة تانية خالص. ربنا يكرمِك ويراضيكِ ويرضى عليكِ زي ما أنتِ بتراضيني كده حتى لو بكلمة. وكمان منون حبيبتي دي أصلًا صاحبتي، فهي عرفت كمان الإجابة لإنها كانت معايا خطوة بخطوة. فالاتنين كسبوا معايا. فإن شاء الله يوم من كل أسبوع هننزّل مسابقة جديدة وهنسأل سؤال جديد، عشان برضه تشجعوا معايا كده وما تنسونيش في اللايك والcomment بتاعكم، لإن والله العظيم دول أكتر حاجة يعني أكتر حاجة بتشجعني. المهم دخلنا على أوضة البنات برضه كانت الملايات متغيّرة، يا دوبك بس نمنا عليها اليوم ده. ضبّطت كده الأوضة وكانت السجاد أصلًا متنفّض ورجع مكانه، دخّلناه من بالليل من على السلِّم برّه. وفرشت بقى الأوضة بتاعة النوم بتاعتي كانت خلاص نشفت. وهابدأ كمان إن أنا أفرش الطرقة، وبعد كده برضه نخلّص الجزء اللي جوّه كلّه، اللي هو بتاع غرفة البنات. وبرضه يا جماعة أنا لسه ما نسيتش موضوع إن أنا أمشي من لحد دلوقتي بافكّر إن أنا أعزّل وخايفة. عارفين اللي هو أمّا قعدت كده يعني حسبتها متاخدة وعندي رهبة كده شوية. برغم كده أنا عايزة أمشي، برغم من كده ينفع آخد شقتي معايا؟ يعني ينفع آخد شقتي بتفاصيلها بالأوض بتاعتها زي ما هي، بالدهانات بتاعتها زي ما هي. ممكن تكون مش دلوقتي مش موضة أوي، أوي للدرجة، بس أنا حاباها يعني فاهمين؟ أنا حاسة إن أنا عايزة آخدها معايا. المهم فرشت أوضة البنات كمان وربنا يكتب لنا ويكتب لكم الخير. وفرشت كده الأرض بتاعتها برضه كانت نشفت، وجبت المَيّة بتاعتي باغيّر المَيّة بقى طبعًا كل مرّة. هي بس أوضة النوم اللي مسحت معاها الطرقة لإن المَيّة كانت كتيرة وما كانتش اتبهدلت. باغيّر المَيّة بقى كل مرّة كده. ورُحت ملمّعة الأوضة بتاعة محمد، دي الأوضة اللي برّه خالص في الreception. بالمّع برضه كده وبانشّف. بُصّوا يا ماما هنا كانت فارشة كل حاجة، يعني الحمد لله كانت كل حاجة يا دوبك. الشقة بتبقى أسهل لو ما فيش مواعين، لو بتلمّعي من قبليها بيوم، لو بتضبّطي الدنيا من قبليها بيوم بتلاقي إيه، تاني يوم الموضوع على المسح والفرش. وأنا عمومًا كنت
من اكتر الناس اللي بحب ان انا امسح يوم الخميس. يعني بصوا، امسح يوم الخميس، اصحى الجمعة على الصلاة، اشغل البخور بتاعي، اعمل فطار حلو، فاهمين اللي هو اليوم بالاسبوع كله. بس يعني انا عامة بحب الروتين بتاعي يكون يوم الخميس اخر الاسبوع، وبنبقى خلصنا بقى الاسبوع بتاعنا، سواء في المدارس او سواء في الاجازة. بحب يوم الجمعة ده يعني اقوم الدنيا تبقى رايقة، واشغل بقى البخور، اشغل القرآن، اعمل فطار حلو، الولاد بقى يفطروا ويفضلوا قاعدين. الدنيا بتبقى في ملكوت تاني يوم الجمعة ده. بس فخلصت كده تلميع الأوضة. بصوا بقى، انا الفترة الجاية دي بحاول ان انا اغير شوية في محتوى القناة على قد ما بقدر. بحاول ان احنا ننزل نعمل فلوج سوا. بحاول ان انا اوريكم مثلا ان شاء الله لما اسافر نعمل فلوج في السفرية. خروجة حلوة مع بعض. بفكر كمان ان في كل روتين، حتى لو روتين بسيط، ممكن نعمل حاجة واحدة يعني من الصعب اللي علينا. يعني بفكر في روتين البيت العادي اللي هو تلميعة كده من فوق الوش، وكنس ومواعين مثلا، واكل يوم، ننزل مراوح نغسلها، نلمع ضرفة، نطبق ضرفة في الدولاب، نغسل شبابيك. يعني بفكر كده في كل مرة نكون ان شاء الله يعني حاجة جديدة كده، بحيث ان برضو ما تزهقوش او تملوا من الروتين. يا ريت بقى لو وصلتي لحد هنا في الفيديو لسه ما عملتيش لايك، تنزلي تعملي لي لايك. فضلا وليس امرا طبعا، تنزلي تحطي اللايك الحلوه بتاعتك، هي دي اللي بتشجعني يا جماعه والله. وهي دي اللي هتخليني بجد اكمل معاكم، لاني انا بيحصل لي كده زي حاله خمول، بزهق وبلاقي نفسي ان مش حاسه ان انا بعمل حاجه، فبرجع اقعد فتره كده ما اعملش اي فيديو. بصراحه بتصعب عليا القناه بتاعتي قوي، لاني تعبت فيها قوي. بس فانا كان عندي قناة على فكرة قبل كده من حوالي 4 5 سنين، لا 5 سنين ايه، دي كانت في 2017 يعني 7 سنين، يا الموضوع كبير قوي. ولما مليت وزهقت، حسيت ان الموضوع مش جايب همه، وما كانش في اي تشجيع بقى ولا كومنت كتيرة مثلا زي دلوقتي، فبصراحة قفلتها. فمش عايزة ارجع تاني بقى للنقطة دي، خصوصا ان انا القناة دي تعبت فيها قوي على فكرة. القناة دي بقالي بتاع 3 سنين، انا من 2000 وكام يا جدعان، انا من 2019 باين، 4 سنين اهو، متهيألي من 2019 او من 20، لا من 2019. وارجع اقطع كده واقعد بالسنة ما انزلش حاجة، وبعد كده ارجع تاني انزل فيديوهات والاقيها فيها تفاعل، بعد كده اجي الاقي ما فيش تفاعل، فتلاقوني برضو سبت كل الكلام ده ورجعت تاني محلك سر. فلا، مش عايزة ارجع لنقطة الاحباط والفقدان الامل دي تاني صراحة. المهم يعني انا جبت حبة مية صغننين كده، مسحت تحت الجزامة بتاعتي، بحب اشيل العفش قوي وانقله يوم ما باجي امسح. هو اليوم ده بيبقى مرة في الاسبوع، فلازم قوي تحركي العفش بتاعك وتشيلي وتمسحي تحت، وربما تكون حاجة واقعة، حاجة كده تبقي نضفتي بضمير، فاهمين، تحسوا وتشموا كده ريحة النظافة. كمان ببقية المية عملت الجزء اللي هو قدام باب الشقة عندي ده، عشان خاطر ايه، تبقى الدخلة بتاعة البيت برضه اللي يدخل من النظافة، فايه ما يبهدليش الحفاظات بتاعتي. ورجعت كده الشوزات بتاعتهم تاني، الشباشب دي، وبعد كده هقفل الباب بقى كده ايه، لاني بقيت اخاف من ساعة موضوع الحرامي ده، والواحد ما بقاش عنده ذرة ثقة واحدة في الباب ان هو يتفتح. مليت بقى مية جديدة، وكنت خلاص بقى خلصت الأوضة اللي جوه، قفلت النور بتاعها كده، ونخرج نمسح الريسبشن. الريسبشن كده كان خلاص يا دوبك على المسح بس، والفرش انا بس ظبطت فيه حاجات صراحة. ماما امبارح كانت فرش الانتريه التاني اللي هو البني. بس يعني الفرش التاني اللي هو البني ده انا مش بحبه قوي، بحس انه بيتزحلق من على الانتريه، فمش بفرشه كتير، ففرشت اللي انا فرشاه ده. بس زي ما انتم شايفين كده، كان كل بقى طول الوقت، بصوا انا هنا بتكلم في التليفون طول الوقت اللي انا شغالة فيه، مليون تليفون، حد بيتصل بيا يطمن على ميرا، طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي جرى، طب ازاي، الموضوع كبير يعني، موضوع عارفين، مجرد ما حد بيسمع خدش في القرنية او جرح في القرنية دي، الموضوع بجد بيخوف كده، بيقلق. ربنا يطمنا كلنا يا رب على ولادنا. وبشكر كل اللي اتصلوا وسألوا على بنتي، وبشكر كمان كل الناس اللي كتبت لي كومنت ودعاء لبنتي، بجد والله العظيم يعني الضنا ده شيء غالي قوي، ما تلاقي حد بقى مهتم معاكوا بالتفاصيل دي، ومهتم ان هو يسأل عليكي، ومهتم ان هو يشاركك، دي بقت حاجة قليلة. دلوقتي 3/4 الناس مش عارفة ايه جرالها. يعني حد تبقي واكلة معاه عيش وملح ومعاشراه سنين، وممكن خلاف صغير ما بينكم يخليكوا تبعدوا زي اي حد ما بيبعد عن التاني. بس ما اظنش لو انا في موقف وفي خلاف ما بيني وما بين حد، مش هروح له او مش هسأل عليه او مش هطمن. يعني انا في شخصيتي لو في خلاف لازم اروح،
حتى لو في خلاف ما بيني وما بين اللي قدامي، طالما الخلاف يعني مش اللي هو حاجة مضلعة قوي، اللي هي المشاكل العادية، لا أنا لازم أروح للي قدامي، أو لازم على الأقل حتى أتصل بيه أقول له أنت عملت إيه، ولادك فيهم إيه، بما إن إحنا عشرة فاهمين. إنما الناس دلوقتي بقى يهون عليها، دلوقتي تلاقي أول خلاف ما صدقوا خلصوا منك. طب يا جماعة، طب اللي إحنا عشناه سوا، العيش والملح اللي كلناه، طب إيه؟ حتى اسأله بتليفون، حتى يعني اتطمنوا. لأ ما فيش، طالما انتوا في خلاف خلاص انتوا بقيتوا أعداء، فاهمين؟ اللي هو نشوفكوا في الشارع هوبا نصغر لكوا كده بعينينا، فخلاص كده انتوا بقيتوا في الحزب واحنا في الحزب المقابل أو الحزب المعادي. الكلام على فكرة يعني مش بخص بيه حد بالعموم، بس هي دي الدنيا بقت دلوقتي، مجرد ما تلاقوا اتنين اختلفوا مش اتخانقوا، تلاقوهم الدنيا باظت ما بينهم، ودي تقول على دي وده يقول على ده، بجد الحوار بيبقى صعب. تلاقي ده عنده ظرف او عنده موقف، التاني يقولك لا انا مش هروح له، بس انا خلاص ما بكلموش. طب يعني ما بتكلموش، طيب حتى اسأل بتليفون، اعمل الواجب ده اسمه ايه؟ واجب. فلا ازاي بقى؟ بس بالرغم من كده والله في ناس كتير قوي محترمة عندها الحتة دي، عندها الوفاء، اللي هو لو جرى حاجة لا الحقك حتى لو فيك ايه، او حتى لو في ايه ما بيننا، او اديني عملت اللي عليا. بصوا انا هنا فرشت الحفاظات، طبعا هي كانت ايه الحفاظات مغسولة وزي الفل، فجبتها من على السور على طول، حطيتها فرشتها. وكمان فرشت سجادة المطبخ، بصوا خليت الدنيا زي الفل. قالوا لي يا ماما اعملي لنا فشار، يا جدعان انا تعبانه، لا اعمل لنا فشار. رحت داخله كده حطيت حبه زيت على النار، كنت عامله حاطه ليا انا بيبسي، وبعد كده بقى هم لا اعمل لنا فشار اعمل لنا فشار، عملت لهم كده في الحله. كنت المفروض هعمله في الميكرويف لا قلت اعمله لهم في الحله. انا جايبه اللي هي المرقه الفوريه دي، والله العظيم يا جماعه انا وانا نازله اشتري، والله العظيم ثلاثة انا على فكره يعني مش هبقى عايزه اشتري حاجه مقاطعه، بس فعلا والله العظيم حاجات كتير بتعدي عليا، بس ما باخد بالي ما بكررهاش. المهم يعني حطيت لهم بقى المرقة اللي هي فورية دي، ومش هذكر بقى اسم خالص عشان هي فعلا مقاطعة، وانا اتأكدت ان هي مقاطعة. فحطيت بقى واحدة من الماجي اللي هي الفورية دي، كيس المرقة الفورية، وحطيت ملح بس. فحطيت لهم بقى هنا ياكلوه، قعدنا كده ناكل مع بعض. بعدها بقى بشوية قالوا لي جعانين، كله بقى قال جعان، ومش عايزين ناكل اي حاجة من اللي انتي ايه من اللي عندك، طب تاكلوا كذا طب تاكلوا كذا لا. المهم قلت لها طب انزلي بقى يا منون اشتري لي ايه من الهايبر تحت لفه جلاش. قالت لي ماشي، نزلت جابت لي بقى لفتين كده، قلت اما اعمل لهم واحده. كان عندي اللي هو سجق او صدق زي ما بتقولوا، حبه صغيره مش هينفعوا اصلا يتعملوا حاجه يعني. المهم نعمل الصينيه القمر دي، حطيت سمنه بلدي كده بضمير في قاع الصينيه، وبعد كده نزلت بورقتين ورقتين كده، ورحت ايه برضو قعدت ألمع يعني بالزبده كده، حاجات بسيطه تمليسه بسيطه كده عشان تبقى مورقه معايا. وبعد كده باحط الطبقة اللي بعدها. المهم بافصل بقى صينية الجلاش دي نصين، والصدق اهو ني. انا كنت على فكرة باخاف الاول اعملها بالسجق ده وهو ني، لا هي فعلا السجق بيستوي على طول وهو فيها. قطعته كده بالمقص ورحت نازلة بيه، والناحية التانية مقطعة طماطم وفلفل، بس يعني يستحسن ما تحطيش مية كتير بتاعة الطماطم يعني. المهم يعني فحطيت طماطم وفلفل كده زي ما انتوا شايفين في جزء، والجزء التاني ما حطيتش فيه خضار، عشان طبعا انتوا عارفين المعلومة اللي كل مرة هقولها لكم، ان ابني لو لقى خضار مش هياكل. التست الحلو بقى اللي بتديه للصينية بتاعتك دي، لما ترشي عليه رشة فلفل اسود على الخضار ده بعد ما تحطيه على الصينية، رشة صغيرة بسيطة بس بتديله طعم تحفة. ورشيت كمان رشة من السمنة، ما حطيتش ملح نهائي، طبعا الطماطم حادقة والصدق كمان يعني بيبقوا محوجينه كده وحاطين له التوابل بتاعته، فما حطيتش ملح خالص. وكمان نزلت بكام واحدة زيتون، وهنا بقى زيتون متقطع شرايح، هو كده كده حادق فما تكتريش منه. المهم كمان حطيت جبنة اللي هي الحمد اللي هي الميكس دي، نزلت بيها كده برضو على الصينية زي ما انتوا شايفين كده. عملت صينية اكل تحفة. كانت منى اصلا بتقولي ايه يا ماما هاتلنا بيتزاية، طب بيتزاية ليه؟ ده انا عملت احلى من البيتزاية. الوجبة دي هتنفع معاكي ايه؟ تمشي معاكي غدا، تمشي معاكي فطار الصبح، ممكن تبدلي تحطيها بسطرمة، تحطي الحشوة بتاعتك لحمة مفرومة، بواقي لحمة مفرومة باقية عندك، لو عندك حتتين لحمة شوحيهم بحبة زيت وحبة بصل او حتة سمنة وحبة بصل، وحطي عليها ربع معلقة صلصة وهتحطيها حشوة. بصوا مليون طريقة، ممكن تحشيها جبن بس على فكرة. المهم حطيت كمان جبنة تركي كده عندي في التلاجة، اللي هي جبنة الرومي بواقي برضو والله يا جماعة، كانت عندي في قلب كيس كمان فحطيتها. حطيت كمان الرقاق الجلاش قصدي الباقي، وغطيت الوش كله،
بعد كده هجيب بضايه واحط عليها حبه فلفل اسود وملح، حاجه بسيطه خالص برضو، وهحط اكمل الكوبايه بتاعتي لبن، وهي دي التشريبه بتاعت الصينيه. واتفرجي بقى، كلي احلى صينيه جلاش هتاكليها، ولا البيتزاية. على فكره بقى ممكن تسويها في الفرن لحد ما الوش بتاعها وكلها تستوي، وبعد كده تخرجيها تروحي عامله لها وش بيتزا، تحطي الخضار من فوق الوش، وتحطي جبنه رومي، وتحطي بضايه، تحطي زي ما انت عايزه تعمليها بيتزاية، ولا بيتزاية المطاعم. انا بقى مش ناويه اشتري لهم بيتزا من بره ابدا. انا بعمل الايطالي حلوه، وبعمل دي حلو. فبصوا هي هتخرج حاجه تانية خالص. عايزه اقول لكم اكلوها، يعني احنا كنا متهيألي في يعني قرب العشاء كده، اكلوها مش قادره اقول لكم، تحفه. يعني هي تحفه، طعمها جميل وحبوها جدا. قالوا لي ماما، يعني انا كنت عاملاها قبل كده كذا مره، بس ما كنتش بحط، يعني كنت بعملها جبن ولحمه مفرومه، ما كنتش بحط اللي هو الصدق ده. فحطيت السجق، قالوا لي يا ماما جميله وخفيفه فعلا وطعمها تحفه. حطيتها كده في الفرن 10 دقايق ولا ربع ساعه بالكتير قوي هتكون استوت. طبعا قطعتها قبل ما تدخل الفرن، بعد كده بعيد على التقطيعه بتاعتها. وجهزي بقى السرفيس بتاعك كده، وهتاكلي احلى صينيه جلاش او احلى بيتزايه محترمه من ايدك. بصوا بقى، وانتي بتقطعيها حاولي تفصلي كويس قوي، عشان وانتي يعني بتطلعي ما تبقاش ماسكه في بعضها. جبت السرفيس بتاعي وهبدا اطلعها، بص ولا لزقت وطريه وحاجه بجد روعه. هي ليه بتنزل حاجات كده؟ عشان هي الحشو بتاعها كتير، انا مزوده الحشو قوي. لو انتي عايزه تقللي مفيش مشكله، انا مزوده الحشو بتاعها، بس هي طعمها خطير. المهم، كده وصلنا بقى لاخر الفيديو. يا رب بقى يكون عجبكم، واكون خفيفه على قلبكم، وما اكونش زودت قوي في الفيديو. بصوا هو 20 دقيقه ولا 21 دقيقه، بس بجد ده اللي قدرت اعمله. ده شكل الصينيه النهائي. وهستناكم بقى، واستنى تعليقاتكم على الفيديو، وان شاء الله استنوا بقى المسابقه اللي جايه بجد ان شاء الله.